السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا قلت اكل النهارده عدس معاكم ونتكلم شويه. طبعا العدس ده كان زمان كان يقول لك ايه، اللي ياكل عدس ده غلبان يمكن. فالغلبان ده النهارده ايه، كيلو العدس ب65 جنيه، والرز يعني معدي ال30 جنيه. وعشان تعمل أكلة زي اللي هي الرز والعدس دي، عندك أقل حاجة 30 جنيه رز، وعندك نص كيلو عدس معدي ال30 جنيه، يبقى انت كده ايه، عديت ال60 جنيه. ده اللي هو رز وعدس. طبعا تعمل جنبه بقى سلطة. السلطة عشان تعملها مثلا 10 15 20 جنيه عشان تعمل سلطة، يعني تصرف لك 100 جنيه عشان تاكل عدس، والحمد لله. اما بالنسبة بقى الموضوع اللي عامل قلق اليومين دول، يقول لك احمد العوضي طلق ياسمين عبد العزيز. ايوه، ايه المشكلة؟ مش فاهم. يعني قول لي المشكلة عادي يعني، كله بيتكلم وكده وعايزين السبب. مش لازم سبب، عادي. ان اليومين دول موضوع الطلاق ده، يعني هتلاقي عندك في المنطقة ناس متطلقين، ناس في الحارة ناس متطلقين، ناس في الشارع هتلاقي في حد متطلق، ولو انت في عمارة وسكن وكده هتلاقي في ناس في العمارة بتاعتك حد متطلق. فالموضوع ده بقى عادي. انما يقولك لو هما اتطلقوا ليه؟ اتطلقوا ليه يعني؟ مش عارف بصراحة. فكل واحد يخليه في حاله، وخلينا في العدس اللي ب100 جنيه ده. واحنا كده كده يعني بنحب العوضي وبنحب ياسمين عبد العزيز، بس ملناش دعوة بقى اتطلقوا ما اتطلقوش، ده حياتهم. ما تيجوا تفضلوا معايا، تعال. هنقول دي عزومة مراكبية. المهم ان احنا بنعزم عليكم وخلاص. يلا، سلام.